الماتش الدراري. ماتش اليوم كبير من الاول، من دخلوا عطاونا العرب من الاول، عرفنا بان فيهم باللي مع الكبار بيننا اكبر منا. مع الكبار. وهذا هو السؤال اللي سولتكم ديك النهار، قلت لكم واش ملي غادي نتلاقاو مع منتخب مزيان وصحيح وما صحيح واش غنبقاو نبانوا بداك؟ قلت لك انا غنبانو احسن ولا ما احترمناش ولا كان كيظن على اننا هذاك هو الوجه ديالنا الحقيقي. احنا عارفين بان كونتر المنتخبات كبار غادي نلقاو صعوبه، كان خصنا نلعبوا بواحد الاندفاع بدني، خصنا نربحوا النزالات ديالنا، خصنا نثبتوا على اننا منتخب اللي كبير بنتائجه، ماشي بالبنيه التحتيه ديالو، كبير بالمدرب بالاداره التقنيه ديالو، بالعمل اللي بالاستراتيجي اللي كاينه، بالقيمه ديال اللاعبين تبارك الله اللي عنده، اللي كيلعبوا على اعلى مستوى وفي الفرق اللي كيلعبوا فيهم. هذا هو ليكيب ناسيونال، هذا هو المنتخب الوطني الحرف الف الأ. خصو يبان بهذا الوجه المرعب. حيبان اليوم الا عطيت، الا كان شي ادجيكتيف غادي نعطيه اليوم هو المرعب. مرعب ماشي في طريقه الاستحواذ ولا في طريقه المرعب، في الروح اللي لعبنا بها، بالانضباط اللي لعبنا به، بالذكاء الكبير اللي لعبوا به اللاعبين ديالنا، بالجوده ديال اللاعبين ديالنا. دونك نبيل راه قلت لك ما تلقاش الكلمات. كانت واحد الاراده، كانت واحد الاراده عند اليوم كتحس باللي كاع اللعابه كلشي واجد، كلشي في نهارو، كلشي مزيان. التركيز اليوم لهذا الماتش اخويا نبيل كما قلنا في الاول. وشوف اي حاجه تقولها في حقهم كما قال حمزه راه يستاهلوا كثر. خاص اليوم شفنا هذاك المغرب اللي تنفتخروا به كمغاربه حنايا، خاص بهذه الوجه باش دارنا اليوم. راه ما يمكنش، راه اي فرقه تجي غادي تخسر. لا بالمستوى اللي ضربوا به اللاعبين، لا بالمدرب، لا بالجمهور اللي كان. وي كان تكامل، كان تكامل، كانت حتى تنضبط النفس في البونطوش من عند الناخب الوطني مرزن، عارف اش كيدير، لا في التوجيهات ديالو، لا في البلون جو ديالو، وقرا الكاميرا، لا في الثقه اللي عاطي اللاعبين ديالو داخل الملعب. صراحه انا مبهور بالاداء اللي قدموا العناصر الوطنيه، وفي نفس الوقت متخوف شويه. ما كتجيش معنا الثقه الزايده، وما كتجيش معنا. بغيت نبقاو بحال هكا مخلوعين سو بريسيون. انا اصلا ما عجبونيش بزاف زعما. لا متفائلين وتايقين، خلينا نبقاو متفائلين وتايقين، ولكن حاطين رجلينا في الارض اخويا نبيل، فهمتيني؟ سهله ماتش حيدناه. فكروا في وكيف ما قالوا اللاعبين ديالنا، باش تكون شامبيون خصك تربح الماتشات كاملين، والماتشات كاملين اللي جايين صعاب، والخصوم اللي بقاو كلهم صعاب واصعب من الكاميرون، وحنا وصعب من وعندهم خبره. ولكن راه هذا الوجه وهذه الرسائل اللي تمرات اليوم عن طريق اللعب ديالنا هي اللي بغينا يحسوا بها الخصوم اللي غيلعبوا معنا. ومزيان نبقاو بهذا ليطا ديسبري ديال ان حنا راه لعبنا مع الكاميرون، مي خصنا نمشيو ايطاب بار ايطاب، بحال اللي درنا مع تنزانيا. كنا عارفين بان المنتخب اللي جاي مورا تنزانيا هو واعر من تنزانيا، حتى دابا خصنا نعرفوا بان اللي جاي مورا كاميرون هو واعر من الكاميرون، باش نبقاو دائما امبليكي. يا نبيل واللي عجبني هو ان وليد ربح الماتش قبل وبعد الماتش، وهذا هو وليد كان التركيز ديالو ديما تيكون على الادفيرسير، ماشي على الجمهور ديالو ولا على المحيط ديالو. وليد كان كيلقى الضغط على الادفيرسير. وليد كانت نقطه القوه ديالو هي لاكونت، هي اللي ما بقيناش كنلمسوها فيه في هذه الفترات الاخرى، لانه كان كيتلمسها معانا، ولا كيدخل، لانه ولا كيدير داك شغل انتر، لا ولا كيتجاوب مع ديالو. فهمتيني؟ في الوقت اللي كان كيرمي الضغط على الخصوم وكيخلي الخصوم هي تهاجموا. هذاك الشيء علاش تنقول اننا وليد اليوم هذه هي النسخه ديال وليد، هذا هو وليد اللي تنعرفوا. قلناها بواحد الطريقه حسنيه قبيله، قلنا ليه فين كنتي اخويا وليد بحال هكا في هذيك الماتشات، حيت هو مغوفل، هو الحقيقه مغوفل. يلا برافو وليد. الوليد اليوم قرا الماتش بطريقه مثاليه. حتى الضغط العالي اللي مارسناه دبروا بطريقه مثاليه، بالميطا كان رهيب وكان موجه وكان مدروس. شوف الطريقه باش لعبنا، ما عرفتي الطريقه باش هو كان عارف بانه هما كيخرجوا الكره باليبه، وكانوا كيخليو لي سونطرو يخرجوا الكره لانهم زاكين رجليهم. علاش شنو ولا كيشتا باليبه كيكون واحد لاكتيفاسيون ديال شوف كيما خلاهم يفورسيو لاكس، وما خلاهم يفورسيو لاكس، ومن بعد كيهجموا حنا كنديوها تما. كما قلت يا نبيل، حتى الطريقه اللي لعب بها وليد من غير لين ديالنا اللي كانوا متقاربين اخويا حمزه بعضياتهم، والطريقه كيفاش خلاو الكاميرون تخليها تلعب على داك الميليو التيران، وكان واحد الذكاء كبير من الخنوس والصباري، راه ما تيلصقوش فيه، تيعطيه واحد جوج خطوات كوم باش هو يتيق، وخاصو تيدير داك الشوط تيتيق باش يطلع على خاطرو. كنقول لك الانبيتوين هو راه كيدور، كنقول لك الانبيتوين قاسمين المسافه، يلاه كيشدا هو اخويا حمزه يقول باقي بعيد عليا، تلقى الصباري حداتي ديالي. برافو عليهم الدراري، كان واحد الذكاء منهم كبير موراهم منين طريقه الدفاع ديالهم. الكعبي اللي دار خدمه كبيره، هو في الميطا تيخلي هذاك الديفونسور تيخلي ليه ليسباس باش يلعب في ميليو التيران،
وكان تيوجهوا باش يخلي يلعب في ميليو تيرا في الكعبي ما يمشي لي بريس اون فاس معاه. شوف وليد كلا باكو بزاف لانه يعني دار ليه فخ وكلاه باكو كلاه كلا الطعم اللي وجه الضغط. وليد وجه الضغط ناحيه الجهه الاقوى عند الكاميرون هي الجهه اليمنى باش يستغل الجهه الاقوى عنده حتى هو وقدر يتفوق فيها بيان سور وايزولا جميع النجوم ديالو برا الاول تبليسه الحاج الاخر ما جاش والاخر دار ليه بورتكليب كيف ما قلنا الاخر اش دار ليه عرفتي اش دار ليه واللي عجبني اليوم اخويا نبيل اللي عجبني اليوم اخويا وعبد الصمد عندك تما بيجو عندك بيجو تما عندك عبد الصمد بيجو كيقدر يدير لك الفرق من النص فرصه لاعب بمواصفات خارقه فهمتيني اش بغيت نقول لك وصراحه الدراري وديك التشيره راك شتيها توقع زعما الصراحه زعما الدراري برنامج توقعات هذا وحق الله العظيم والله سعيد قال لك ماركي دياز ياك وحمزه قال لك كاين واحد التشيره راه مشات مزيان ولكن برسطو الثاني كوما برسطو الثاني اخويا سعيد يغبرها ولا تيغبرها بالله الدراري جبدوا لي اللعيبه لا شوف السيناريو ديال الماتش ديال تنزانيا هو هذاك رجعنا للماتش انا شفتكم شوط الزيرو رجعنا للماتش والله تعجبوني الدراري في البليساج مع البالون اخويا حمزه فهمتي الكره لا دروات في الجروب كيتيطيح كامل تيجليسي وجهه الكره تمشي لاكوش كل واش هاد البلاصه ديالو ما كاينش واحد فرق ما بين اللعاب فهمتي ما بيناتهم قراب برافو اخويا حمزه قراب البليساج مع الكره كان داك الشيء اليوم كان داك الشيء واعر بيرفكت الله يلا بيرفكت كان واعر والله العظيم سبونتاني واعرين والله التوالي عجبني الله يلازم حتى باش بغاو يبدلوا لعبهم ربحناهم فيه باش بغاو ينقزوا هذيك لا لين ديال الميليو